السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وخفيفة وتوجد تمتم مع هذا البرد والشتاء. جبت لكم المقارون بالصلصة الحمراء والمرقاز أو النقانق كل واحد وكيفاش يسميه. احنا هنا بالجزائر نقولوا له المرقاز. راح ندخلوا للوصفة طبعا ونشوفوا الوصفة نتاعنا اليوم. نقولوا بسم الله ونبداو ونصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. الصلصة راح نشارك معكم الصلصة الحمراء الخاصة بينا احنا في الدار، اللي هي عندنا احنا البصلة نديروها بالبصلة والثوم، راح نطحنهم مع بعض. انا هذه الروبو كنت طحنت فيه طماطم من قبل، نطحن فيه البصلة والثوم كيما شفتوا، درت حبيبات ثوم وحبة تاع بصلة وراح نقليهم. طبعا راح نقليهم ونحط فيه مقدار 2 حبات ولا 3 تاع مرقاز باش يعطوني البنة تاع لاصوص. وراح من بعد المرقاز اللي باقي راح نديرو في عفوا راح نطيبوه راح نقليهم من بعد نضيفوه على الصلصة. نحبوه لانه البنة تاع القلي تعطيك بنة لاصوص واحدة اخرى. كما شفتوا هنايا المرقاز سبحان الله، هذا الحنوت اللي رانا نشرو عليه التالي المرقاز يديروه كبير وما يذوبش بالخف، يعني ما يكترلوش الشحم. وهنا كنت ضفت الطماطم اللي كنت طحنتها كما قلت لكم، وراح نضيف التوابل اللي هي الفلفل الاحمر والفلفل الكحل والملح، هادو هما. وراح نضيف طبعا الرند معاكم من بعد، راح نضيف الرند وشويه تاع زعتر. هادو هما التوابل تاع لاصوص نتاعنا. كما تعرفوا الصلصه الحمراء كل واحد وكيفاش يدير لها. هنا تشوفوا هنا راح نخليها تتسبك، ولا كما يقولوا في الجزائر العاصمه تتسبك. نخلوها تتقل شويه، تتقلى مليح. هنا كما شفتوا راني ضفت الرند وضفت شويه تاع زعتره حطيتها، ونخليها نضيف لها شويه تاع الماء ونخليها. في هذا الوقت راح نقلي طبعا في هذا الوقت بعد ما نخليها ضفت لها شويه تاع الماء ونخليها تتقلى. هنا راح نقلي المرقاز تاعنا كيما راكم تشوفوا الكميه تاع المرقاز راح نقليها ونضيفها فوق لاصوص تاعنا باش تدي البنه. لاصوص تدي البنه تاع الزيت تاع المرقاز كي يتقلى يطلق البنه تاعو خير من اللي تحطيه غير هكاك. هنا كيما تشوفي راح نضيفه في اللاصوص. انا راح نحيه. هنا عذروني راني نصور بيد راح تهرب لي، ما حبيتش ترتفد. هنا راني نصور بيد ونرفد بيد الاخرى. على هذا التصوير شويه كان غير سمحوا لي برك. هنايا راح نضيف الكميه الثانيه تاع المرقاز اللي باقيه وراح نديرهم على الصوص نتاعنا. هنا كما راكم تشوفوا شتو المرقاز هذا سبحان الله كبير، وكيما قليتو قعد هكاك كبير. هذا الحانوت حل ما نعرف من حل جديد مانيش عارفه، ومن بعد يولي كيفاك يا خوته هو تاني يدير لها شحم بزاف ما راناش عارفين. لكن هذه المره الزوجه نشروها عليه يقعد كيما هو، كي نقلوه ما يذوبش يقعد كيما هو. هنا كنت نحيت شويه تاع لاصوص درتها في كسرونه واحده اخرى ولا في مرميطه واحده اخرى وخليتها. وراح نضيف المقارون طبعا بعد ما غليته في شويه تاع الماء والملح وكثره تاع الزيت ولا خل، كل واحد واش يدير. طبعا حبيت نشارك معكم المقارون كيفاش نغليه، كاع الناس كاع تعرفوا تغليوا المقارون. ودرته خلطته في ديك لاصوص اللي بقات، كنت نحيت شويه قلت لكم شويه تاع لاصوص ومرقاز. وهنا من حطيته ضفت شويه تاع لاصوص مع حبيبات تاع مرقاز من الفوق، ودرت شويه تاع مكنوس باش نزين لكم الطبق. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش طبعا اللايك وخلوا لنا تعليق باقتراحاتكم، واش راكم حابين نديروا لكم في القناه تاعكم نديروها لكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. وما تنساوش طبعا الناس اللي جاوا معنا جدد ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد نديروه معاكم. هنا كما تشوفوا راني نوريكم في الاخر. طبعا المقارون انا كاع الناس تعرف دير المقارون بالصلصه الحمراء، لكن انا حبيت نشارك الصلصه الحمراء هذه الطريقه
الخاصة بعزوجتي، هي اللي ديرها كيما هكا، أم الزوج تاعي، وما بقى